يسعدنا أن نرحب بكم جميعا في هذه الندوة الفكرية التي خصصناها لموضوع محوري وأساسي ضمن انشغالات جمعيتنا، وموضوع أساسي واستراتيجي كذلك بالنسبة لبلادنا بشكل عام. يتعلق الأمر بموضوع الأمازيغية من خلال تسليط مزيد من الأضواء حول أسئلة الراهن والمستقبل. هي كذلك محطة نسائل من خلالها المنجزات والمكتسبات التي تحققت لصالح الأمازيغية منذ ما يقارب 15 سنة بخصوص مجموعة من المستويات ومجموعة من المجالات فيما يتعلق بمجال الإعلام، يعني المنجزات فيما يتعلق بالإعلام، تعلمات التلاميذ، تكوين الأساتذة إلى آخره من الأسئلة. ثم كذلك في مجال الإعلام السمعي البصري، الإعلام الإلكتروني، الإعلام المكتوب، ثم كذلك في المجال المؤسساتي في علاقته بالتنمية المحلية والتنمية الجهوية، خاصة وأن بلادنا مقبلة اليوم يعني بمسار جهوي فيما يتعلق بالمشروع الجهوية الموسعة في علاقته بموضوع الأمازيغية والحقوق اللغوية والثقافية بالأساس. التعليم هو الشرط الأساسي لتأهيل اللغة لكي تصير لغة عالمة، ولغة التعليم وتعلم ولغة ديال التربية. عندما نستحضر هذا الشرط الأساسي ودور التعليم كمدخل الأساسي الذي يجب أن يعكس حقيقة الإرادة السياسية إن توفرت وتعطي الإمكانيات الضرورية للقيام بهذه الأدوار. إذا استحضرنا هذا الشرط وتناولنا ما يجري في المجتمع فضاء الحياة السياسية، لابد أن نتوقف عند ارتباك كبير وإن بيرد دو ريبير على المستوى الأمازيغي أيضا. فكما تتبعتم وكما تنقلت الصحافة، مجلس الأعلى للتربية والتكوين من بين المهام التي أنيطت به ربما في خارطة الطريق التي أنيطت به إعدادها هو تحديد لغة التدريس ووضعية اللغات واللغة الأمازيغية بطبيعة الحال بين هذه اللغات. وما تنقلته الصحافة من أن إحدى توصيات المجلس ستسير في اتجاه التوصية بتدريس اللغة الأمازيغية في مستوى التعليم الابتدائي فقط، علما بأن المجلس لم ينفي هذا الخبر. أكثر من ذلك، السيد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والتعليم العالي ذكر بأن بعد خيار الاستراتيجية سيحسم فيها بالتصويت. هذا معطيين أساسيين يطرحان سؤالا كبيرا حول المستقبل للأمور ديال الأمازيغية والتعليم ديالها. فلا يمكن تصور تعليم لغة رسمية أولا، ولغة في حاجة إلى الإمكانيات التربوية والتعليمية وبمنطق على الأقل ديال التمكين، ما نقولوش كاع التمييز الإيجابي، على الأقل من منطق التمكين، أن تصير لغة رسمية ولغة إدارة ومؤسسات عمومية لتدريسها 6 سنوات ديال التعليم الابتدائي. النقطة الثانية، إذا تبعنا لأن عندنا جوج ديال القرارات التربوية في المغرب. عندنا وزارة التربية الوطنية غادية في اختيارات ديالها بوحدها، وعندنا المجلس الأعلى للتربية والتكوين كيوجد الاستشارة ديالو والتوصيات ديالو. النقاش اللي كاين حاليا على مستوى وزاره التربيه الوطنيه هو ما يسمى بالتدابير ذات الاولويه اللي عنده السيد وزير التربيه الوطنيه في اطار تصور يحمل رؤيه 2030، بمعنى تخطيط للتحولات والاختيارات التربويه والتعليميه للمناهج الدراسيه ل 2030. فاستحضروا معي، تابعوا معي بان هذه التدابير ذات الاولويه التسعه التي طرحت للنقاش ويتم الشروع فيها في التنفيذ ديالها، وفيها نقطه اساسيه تهم تدريس اللغات والتاهيل ديالها، وفي اطار الخطوط العريضه لخطه 2030 ما كاينش الامازيغيه ما حضرش نهائيا. اذا واش ملي غتصدر التوصيه مثلا وغيحسن المجلس الاعلى للتربيه والتكوين في الوضعيه ديال اللغه الامازيغيه، واش غيعاود وزاره التربيه الوطنيه المشاورات من جديد واعاده عرض اولوياتها واعاده النقاش من جديد؟ علاش ما كاينش التناغم بين سياسه الوزاره ورؤيتها وتوصيات المجلس الاعلى للتربيه والتكوين
وما ينتظر الامازيغيه على مستوى القوانين التنظيميه، خاصه القانون التنظيمي ديال الامازيغيه فعل ديال 2005 من الدستور، ثم القانون التنظيمي ديال مجلس اعلى للغات والثقافه الذي ايضا سيحسب مجموعه من الاختيارات بين السياسه اللغويه والثقافيه في المغرب. اذا هذا التشتت على مستوى الرؤيه السياسيه والقرار السياسي يطرح اولا باشكالات دستوريه، والاساتذه الخبراء يمكن يوضحوا الامور اكثر مني، ولكن بالنسبه للمواطن المتتبع والفاعل الامازيغي والفاعل التربوي يطرح ارتباك، صوره على الارتباك الحكومي وارتباكات القرار السياسي انسجاما مع ارتباك عام اللي كان مجموعه من الملفات الاخرى. العالم الامازيغي من لغه وثقافه وفنون وتقاليد الى اخره كان حاضرا في الفضاء العمومي المشترك بما فيه وسائل الاعلام، غير انه يعني غير مقبول وغير ممنوع. بحال اللي ناخذ المثال ديال الامريك اللاتين، بحال ناخذ المثال ديال كندا فيما يخص لي زينويت، بحال ناخذ المثال ديال لو بوبل سامي في الغروينلاند وفي الاسكندنافيا الى اخره. اي انه حاضر، ولكن كيف حاضر؟ حاضر بمقاربات واشكال يعني كيلو ديفوا تقويض واشكال يعني كتبخسو وتهمش قيمته كمعطى ثانوي صالح للتزيين فقط من باب الغرابه كمستملحه للفكر وللوجدان طاغي الغالب الشرعي المتميز. دونك عندك الماجوريتير هو الطاغي المتميز المحترم، وعندك المهمش كناخذوه مره يعني كناخذوه كفولكلور، لا فولكلوريزاسيون. اذا هو حاضر في الفضاء العمومي، والدليل على ذلك يعني باشكال دونيه كان هذا التراث المغربي حاضرا في الفنون الشعبيه. كاين شي واحد كيتصور بين الفيستيفال مراكش يدار بلا الفولكلور اللي كنسميوه هما الفولكلور، يعني بالتراث الامازيغي ما يمكنش الانسان يتصور تظاهره بلا بها، لان 95% دو سكي سور سان من هذا التراث هذا. التعبيرات والمحتويات تبت في الاذاعه والتلفزيون واحيانا على خشبه المسرح. انا كنهضر على الحقبه قبل 2011، وذلك لعده عقود. يعني لم يقبر هذا المخزون، ولكن تم الحفاظ عليه في قاعه الانعاش، كانه في قاعه الانعاش يعني بين الحياه والموت، حيث لا يسمح له بالتلاقح مع المخزون او التراث الغالب حتى يكون حيا ومعطاء وديناميكيا له نفعه الحقيقي في تطور وعيش الامه بكاملها. c'est-à-dire que ce patrimoine ما تسمحش ليه بانه يتلقح مع الباتريموان المشترك ديال لا كروند ماجوريتي حتى يولي ديناميك ويجعل واحد الانسيه جديده اللي اسمها الانسيه المغربيه اللي مزوج فيها الامازيغي والعربي وما شابه. او كيفاش كان كيعيش هذا الشيء بالنسبه للناس اللي شيبانيين بحالي انا شويه؟ كتلقاه بانه في الاخبار دي فلاش لمده سنين قسم الاخبار بالامازيغيه، وبالطبع من غير الاخبار كتلقى الموسيقى والغناء، وكتلقى في الحياه اليوميه الصناعات التقليديه، وكتلقى الفنون المنفعيه اللي بعض المرات كنتبهجوا بها امام الغرب وكنقولوا بان الطبخ ديالنا راه اصلا امازيغي، لا سانتاكس ديال لا لونغ دياليكتال العرب راه سانتاكس امازيغيه الى اخره. المطروح الان في وسائل الاعلام وهو الغوص باراديه في الكيف دون الكاليتات. لا هكا راه كتخدمها بالكونتيتاتيف جوسكا بريزون، هادشي اللي عاطيه القانون. في افق المحتوى يعني في الابداع الامازيغي ضروري لاغناء الثقافه وعالم الاغلبيه. خصني نخدم على لو كونتوني ديال الامازيغيه لا كرياتيفيتي ديالو باش نغني لا كولتور جينيرال ديال المغاربه كاملين. نعطي مثال. وهو دابا اللي كنشوفو وهو الفورما ديال اون كرياسيون ولا دان كونتوني ديال الاخبار، ولا كيف ما كان الفورما هو اللي كان دائما اللي كيمشي في ذاك النموذج الغالي ديال لا ماجوريتي اللي كاين، وكنديرو فيه الامازيغيه لداخل. كومون ريفليشير دو بوين دو في كرياسيون بان الاشكال تبدل او ميم طون كو
لو كونتور. ما عرفتش واش بلغت هذه الفكره ولا لا. لان مثلا نعطي المثال ديال اللي كاين السينما في السبعينات في الثمانينات كوم كريتيك دو سينما. كانت لا كريتيك السينما كدير انطلاقا من المحتوى، ولكن من المحتوى بواحد المنظور بارابور اون كولتور ديك الساعه انترناسيوناليست، وكتعطي رؤيه جديده على السينما، واحد الافق يونيفرسال. دابا كيفاش يمكن انا انني نقلب وسيله اعلام بانني نظهر ما هو يعني خاص بعالم الامازيغيه فيما يخص لي فالور، فيما يخص الاستيتيك، فيما يخص العلاقه ما بين المراه والرجل. ماشي ندير بحال اللي كندير في المسرح الاخر اللي معروف بانه الرجل ولا المراه اللي كيضحكوا وكذا والى اخره. خصني نقلب على دوطر فالور اللي عاطيهم هذيك لا كولتور، واللي عندها اللي يمكن الاقليه كتعرفهم كتعيشهم، ولكن مضطره بانها ملي كنت تكون ديفون ان فورما دو كرياتيفيتي ان تتبع لو فورما دو كرياتيفيتي ديال لا ماجوريتي السائده اللي مسيطره على الوسائل ديالها. كومون فير اوريشير لا كولتور اللي عندنا كنتقاسموها حنا ك 33 مليون ديال البشر، كيفاش تغنى بشي حوايج داخلين من ناحيه الجمال، من ناحيه الفن، من ناحيه الفنون، من ناحيه العلاقه مع الكون، من المعتقد مع الطبيعه، التعامل مع الطبيعه الى اخره. كيفاش نغنيو دوطر فالور دوطر كونسيبت اللي هما مقبورين في هذه الاقليه وما كتعرفهم الا الاقليه وما كتعيشهم وكتعيشهم على اساس بانه داك الشيء يعني كان محكوم عليها بانها تكون ما كتقاسمهم مع حد.